بيبدأ الفيلم بطالبة جامعية اسمها جين، وبتكون بتتكلم عن المشاكل النفسية اللي بيواجهها معظم البشر، وبتقول إن الإنسان بيبدأ يفقد شعوره بالحياة بسبب الروتين اليومي، وده بيخليه يحس إن حياته عادية جدا ومش مميزة، ومع الوقت بينسى بالتدريج إن هو يستمتع بحياته، وبينسى إن هو ممكن يموت في أي وقت. ولكن الشيء الوحيد اللي بيخلي حياة الإنسان ليها قيمة هو إنه يكون مع حد بيحبه ويشاركه كل لحظات حياته. وبعد ما بتخلص جين كلامها بتروح تقابل صحابها ميجان وأماندا، وبيقعدوا كلهم في مطعم عشان يحتفلوا بنجاحها في الجامعة، وهناك بيجي 3 شباب وبيحاولوا يتعرفوا عليهم، وبتعجب جين بواحد اسمه سول، واللي بيكون خجول جدا من تصرفات صحابه لدرجة إن هو بيسيبهم وبيروح يقعد لوحده لأن هو بيتكسف يتعرف على بنات. فبتروح جين تقعد معاه وبتقوله ان هي حللت شخصيته وعرفت ان هو شخص خجول جدا وانطوائي، وبتنصحه يغير من شخصيته ويكون شجاع علشان يلاقي بنت تعجب بيه وتحبه. فبيقتنع سول بكلامها، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض لوقت طويل لحد ما بيتفقوا انهم يتقابلوا مرة تانية ويجروا مع بعض في الجنينة. وتاني يوم بتروح جين تقابله في الجنينة زي ما اتفقوا، واثناء ما بيكونوا بيجروا بتحاول تتعرف عليه وبتسأله عن شغله. فبيقول لها سول ان هو بيشتغل في التسويق الرقمي، وعلى الرغم من ان هو بياخد مرتب كبير الا انه بيكره شغله ده لان هو بيشتغل 12 ساعة والشغل بياخد كل وقته. فبتنصحه ان هو يدور على شغل تاني، وبتبدأ تعرفه بنفسها وبتقوله ان هي بتدرس في كلية علم النفس وعاوزة تعمل ماجستير عشان تشتغل دكتورة نفسية. وبعد ما بيخلصوا جري بياخدها سول لمطعم صغير بتاع واحد صاحبه، وبيقترح عليها ان هي تاكل من عنده عشان اكله حلو جدا. فبيخرج صاحبه عشان يسلم عليه وبيخليه يدوق اكلة جديدة عملها في المطعم بتاعه، وبيقول لجين ان سول احسن طباخ ممكن تقابله في حياتها، ولكن مشكلته ان هو بيشتغل وظيفة تانية ومش مهتم حاليا بالطبخ. فبيعترض سول على كلامه وبيقول لجين ان هو ما ينفعش يشتغل طباخ لانها وظيفة ملهاش مستقبل ومرتبها قليل ومش هيكفي احتياجاته. وبعدها بيتمشوا الاتنين مع بعض، وبتكون جين سعيدة لان هي بتقضي وقت معاه، وبتطلب منه ان هو يعلمها الطبخ. فبيوافق سول على طلبها ده وبياخدها شقته علشان يعلمها كل وصفات الطبخ بتاعته. ومع الوقت بتبدأ علاقتهم تزيد وتتطور، وبيفضلوا كل يوم يخرجوا ويستمتعوا بوقتهم لحد ما بيكتشفوا انهم بيحبوا بعض. فبيقرروا انهم يرتبطوا. وفي يوم بيكون سول قاعد في الشغل وبيجي زميله وبيقول ان هو هيشتغل النهارده 3 ساعات اضافيه لان في عجز في الموظفين. فبيتضايق سول لان هو بيشتغل وقت طويل جدا، ولما بيروح لجيم بيشتكي لها من المديره بتاعته وبيقول لها ان هي زودت عدد ساعات العمل، وكمان بتديله شغل كتير جدا عشان توفر فلوس وما تجيبش موظفين تانيين. فبتعرض عليه جين يسيب الشغل ده ويشتغل طباخ في مطعم جيجي بنت عمها لان هو موهوب في الطبخ ولازم يشتغل الحاجه اللي بيحبها. وقبل ما تكمل كلامها بيقطعها سول وبيقول لها ان هو مستحيل يسيب الشغل الفتره دي لان هو بياخد مرتب كويس، ولو اشتغل طباخ مش هيقدر يدفع ايجار البيت او حتى يقدر يصرف على نفسه. فبتقترح عليه ان هو يجي يعيش معاه في البيت، وبالتالي مش هيدفع ايجاره وهيوفر جزء كبير من مرتبه. فبيقتنع سول بالفكرة وبيروح يجيب حاجته من البيت، وبيخلي اصحابه ديف وكايل يساعدوه. وبيجي الليل وبيدخل يغسل سنانه مع جين وبيكون سعيد جدا ان هو هيعيش معاها. وفجأة بيحس بألم شديد في جنبه، ولما بيلاقي جين قلقان عليه بيقول لها ان هو مجرد شد عضلي عشان اتمرن كتير النهارده. وبتعدي الايام وبتلاحظ جين ان سول مشغول طول الوقت في الشغل ومش عارف يستمتع بوقته، وطبعا ده اثر على نفسيته وخلاه مكتئب بسبب الروتين اليومي. فبتروح جين تقابل اصحابها وبتقول لهم ان هي عاوزه تساعد سول وتخليه مبسوط لان هو اتغير وبقى مكتئب لدرجة ان هو ما بقاش يطبخ زي الاول، مع ان هو بيحب الطبخ وكان بيتعلم كل يوم وصفة جديدة. فبتقترح عليها صاحبتها ميجان ان هي تعمل حفلة عيد الشكر في بيتها وتعزم كل اصحابهم في الحفلة، وكمان تخلي سول هو اللي يطبخ عشان يدوق الاكل بتاعه ويشجعوه ان هو يرجع يطبخ تاني. فبتقتنع جين بالفكرة دي وفعلا بتعمل الحفلة في بيتها، وبيكون من ضمن المعازيم جيجي بنت عمها اللي عندها مطعم مشهور. واول ما بتشم جيجي ريحة الاكل بتاع سول بتروح عشان تدوقه، وبتكون منبهرة بطعم الاكل وبتعرض عليه يشتغل معاها طباخ في المطعم بتاعها. فبيتجاهل سول كلامها وبيتجمعوا كلهم على السفرة عشان يتغدوا، وبيقولوا لسول ان هو طباخ شاطر جدا وبيشجعوه ان هو يشتغل طباخ لان هو موهوب واكله حلو. فبيفرح سول بكلامهم وبيقول لجين ان هو هيقدم استقالته النهارده ومش هيروح الشغل تاني عشان قرر يشتغل طباخ. وبالليل بيفضل سول قاعد مع اصحابه، واول ما بيلاقي جين دخلت الاوضه بتاعتها بيتفق مع اصحابه انهم يساعدوها عشان عاوز يعمل لها مفاجاه. وتاني يوم بتروح جين تتمشى معاه على البحر،
وفجأة بتلاقيه بيغني لها الأغنية اللي هي بتحبها، وكمان بتلاقي كل أصحابها موجودين في المكان وبيغنوا معاه. وبعد ما بيخلصوا بيعرض سول عليها الجواز بطريقة رومانسية جدا، وبيقول لها ان هو بيحبها وعاوز يعيش معاها طول العمر. فبتتأثر جين من كلامه وبتكون مصدومة لدرجة ان هي بتعيط من كتر الفرحة، واخيرا بتوافق على الجواز وبيهنيها كل اصحابها وقرايبها. وتاني يوم بيروح سول يشتغل طباخ في مطعم جيجي، وبيكون سعيد جدا عشان بيعمل الحاجة اللي بيحبها. ولما بيرجع البيت بيحس بألم شديد في جنبه وهو نايم، فبيروح الحمام بسرعة عشان يجيب مسكن، ولكن فجأة بيقع على الأرض وبيفقد الوعي. وأول ما جين بتشوفه وبتخاف عليه وبتنقله للمستشفى على طول، وهناك بيقول لها الدكتور إن سول عنده كانسر في الكبد، ولحسن الحظ هو لسه في المرحلة الأولى وعنده فرصة يتعالج بالكيماوي. فبتتصدم جين وبتروح تتكلم مع سول وبتحاول تشجعه عشان ما يبقاش مكتئب، وبتقوله ان هي هتفضل جنبه ومتأكدة ان هو هيتعالج ويبقى كويس. وبعد انتهاء فترة العلاج بيروح سول لمكتب الدكتور عشان يعرف نتيجة الفحوصات، وهناك بيوعد جين ان هو هيجيب لها كلب لو اكتشف ان الكانسر لسه موجود في جسمه. فبتعترض جين على كلامه وبتقوله ان هو لازم يكون متفائل ويكون عنده يقين ان هو هيخف، وبتعرفه ان اليأس والاكتئاب هيخلوا حالته تسوء ومش هيقدر يواجه المرض. ولما بيدخلوا للدكتور الدكتور بيقول لهم ان تحليل الدم بتاع سول كويس جدا، وبيثبت ان الكبد عنده بيتجدد بشكل سريع والكانسر اختفى من جسمه، وبيعرفهم انهم ممكن يكملوا تجهيزات الفرح بتاعهم بشرط ان سول يروح له بعد 6 أسابيع عشان يتابع حالته ويتأكد ان الكانسر مرجعش للكبد مرة تانية. فبيفرحوا هما الاتنين بالخبر ده، واول ما بيرجعوا البيت بيفضلوا يرقصوا مع بعض وبيقرروا يجهزوا الفرح بتاعهم. ومع الوقت بيرجع سول شغله في المطعم وبيحاول يستمتع بوقته مع حبيبته جين، وبيجهزوا كل ترتيبات الفرح مع بعض. وفي يوم بتكون جين في حصة اليوجا بتاعتها وفجأة بتلاقي رسالة من سول على الموبايل، وبيقول لها فيها ان هو لسه راجع من عند الدكتور ومستنيها في البيت. فبتقلق جين وبترجع البيت بسرعة عشان تطمن عليه، وبتتفاجئ ان هو اشترى كلب. فبتستنتج ان الدكتور قال له خبر وحش لان هو كان متفق معاها ان هو هيشتري لها كلب لو حصل له حاجة. ولما بتسأله عن اللي حصل بيقول لها ان الكانسر رجع تاني وللأسف انتشر في كل جسمه وقدامه 6 شهور وهيموت. فبتنهار جين من العياط وبيحاول سول يطمنها، وبيقول لها ان اكيد هيتحسن لما يرجع ياخد جلسات الكيماوي تاني. وبعدها بتروح جين تقابل صحابها وبتحكي لهم كل حاجة، وبتعرفهم ان هي هتأجل الفرح لحد ما سول يتعالج. فبيتجمع كل اصحابها وبيتفقوا انهم يعملوا الفرح لجين وسول عشان يحققوا لهم حلمهم ويخلوهم مبسوطين. ولكن المشكلة ان تجهيزات الفرح هتكلف 20,000 دولار، وطبعا مش معاهم المبلغ ده. فبيقرروا انهم ينشروا قصة جين وسول على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان بيعملوا حساب تبرعات ليهم في البنك علشان الناس تتبرع لهم ويساهموا في ترتيبات الفرح. وبعدها بيروحوا يتكلموا مع جين وسول وبيعرفوهم انهم فتحوا لهم حساب في البنك عشان يجمعوا فلوس ويجهزوا الفرح. فبتشكرهم جين على مشاعرهم الجميلة دي وبتقول لهم ان هي فكرة كويسة وهتساعدهم يتجاوزوا المحنة اللي هم فيها. ومع الوقت بتنتشر قصة جين وسول في كل مكان وبيتأثر بيها كل سكان المدينة، وبيتبرعوا لهم بفلوس كتير جدا لدرجة انهم بيقدروا يجمعوا اكتر من 50,000 دولار في اسبوع واحد. ولما بيروحوا يحجزوا قاعة الفرح بيتفاجئوا ان صاحب القاعة اتأثر بقصتهم وقرر يحجز لهم القاعة مجانا. وكمان بتروح جين تشتري فستان الفرح وبتقول لها صاحبة المحل ان هو هدية. ولكن قبل ميعاد الفرح باسبوع واحد بتبدأ حالة سول تسوء وبيفقد حاسة التذوق بسبب علاج الكيماوي اللي هو بياخده، وطبعا ده بيأثر على نفسيته وبيخليه مكتئب وفقد الأمل. فبتحاول جين تطمنه وبتقوله انهم ممكن يلغوا شهر العسل علشان يستريح وما يعملش اي مجهود. فبيقطعها سول وبيقولها ان هو قرر يلغي الفرح علشان عاوز ينعزل عن كل حاجة ويفضل لوحده لحد ما يموت. هو بيعرفها ان الفرح ده ملوش اي قيمة لان في النهاية هتبقى ارملة وهتعيش حياتها كلها حزينة ومش هتقدر تنسى الايام الحلوة اللي قضوها مع بعض. فبتنهار جين وبتخرج من البيت وهي بتعيط وبتفضل ماشية لوحدها في الشارع، وبتكون مش مستوعبة ان سول تتخلى عنها بالسهولة دي. والأسوأ من ده ان هو ندمان على حبه ليها لان هو حاسس بالذنب ناحيتها، وكمان حاسس ان هو هيكون السبب في ان هي تتألم وتفضل حزينة عليه بعد ما يموت. ولما بترجع البيت بتلاقيه قاعد لوحده مكتئب، فبتقوله ان هي مستحيل تتخلى عنه وان هي عاوزة تفضل جنبه لان هو الانسان الوحيد اللي خلاها تحس ان حياتها ليها معنى. عشان كده مستحيل تفقد الامل وبتكون مصممة تعمل الفرح. فبيتأثر سول بكلامها وبيقرر ينفذ لها رغبتها وبيعتذر لها على كلامه ليها،
وكمان بيوعدها ان هو هياخد العلاج ومش هيستسلم ابدا. وفي يوم الفرح بينبهر سول اول ما بيشوف جين وهي لابسه الفستان، وبيقول لها ان هو بيحبها قدام كل المعازيم، وبيقول لها ان هو طول عمره كان شخص جبان ومش بيعرف ياخد قرار واحد صح في حياته، ولكن هي الشيء الوحيد اللي اختاره صح. هو سعيد جدا بوجودها في حياته، فبتشكره جين على كل الوقت اللي قضاه معاها، وبتقوله ان هي مبسوطه جدا بكل يوم بيعدي عليها وهي معاه، وبسبب اهتمامه بيها خلى شخصيتها تتغير، وفهمت اخيرا ان هي لازم تكون جنبه لان هو بيحبها ويستاهل ان هي تضحي بكل حاجه عشانه. وبعدها بيرقصوا هما الاتنين مع بعض، وبيكون كل اصحابهم مبسوطين عشان ساعدوهم يحققوا حلمهم ويقدروا يتجوزوا رغم الظروف الصعبه اللي هما فيها. ولما بيخلص الفرح بتروح جين وسول لنافوره الميه اللي قصاد القاعه، وبينزلوا الميه وبيحاولوا يستمتعوا بوقتهم عشان يفتكروا كل لحظه قضوها سوا. ومع مرور الوقت بتسوء حاله سول وبيضطر يعمل فحوصات طبيه عشان يعرف اخر التطورات بخصوص مرضه. وبتروح جين عشان تعرف نتيجه الفحوصات دي، وبيقول لها الدكتور ان الكانسر انتشر في جسمه كله وعمل تلف كبير، وللاسف قدامه اقل من شهر وهيموت. عشان كده بينصحها ان هي تفضل جنبه وتخليه يقضي اخر وقت في حياته وهو مبسوط، وتتصل بكل اهله واصحابه عشان يكونوا جنبه ويودعوه قبل ما يموت. فبتنهار جين وبتحاول تتماسك قدام سول، وبتاخده عشان توصله لبيت صحابه وتخليه يقعد معاهم ويستمتع بوقته. وهناك بتفضل قاعدة لوحدها في العربية وهي مكتئبة وبتفقد أعصابها وبتفضل تصرخ لأن هي مش مستوعبة إن سول هيموت ويسيبها لوحدها. وفي آخر شهر في حياة سول بتكون جين موجودة معاه على طول، وبتحاول دايما تساعده وتهون عليه. وبعد مرور 128 يوم من جوازهم بيموت سول، وبتفوت فترة صعبة جدا على جين بعد وفاته لأن علاقتهم كانت قوية جدا. وبعد مرور فترة طويلة أخيرا بتقدر تفتح مطعم هي وأصحابها لأن ده كان حلم سول من البداية، وهي صممت تحقق الحلم ده حتى بعد ما مات. وبعدها بتسافر جين شهر العسل اللي كانت عاوزة تقضيه معاه، وهناك بيفاجئها أصحابها وبيدوها اللابتوب بتاعه وكمان صندوق كان سايبهولها قبل ما يموت. ولما بتفتح جين اللابتوب بتلاقي سول مسجل فيديو ليها وهو بيقول لها فيه ان هو بيحبها وعاوزها تعيش حياتها من غير اي حزن، وبيطلب منها ما ترجعش لحياتها الروتينية تاني، ولما تحس ان هي وحيدة تتخيل ان هو موجود معاها. والاهم من ده ان هي تفتكر دايما ان هو كان بيحبها وعاوز يشوفها سعيدة مهما اختلفت الظروف. فبتفرح جين بكلامه وبتفتح الصندوق اللي سايبهولها وبتلاقيه كاتب لها كل وصفات الطبخ بتاعته لان هو كان واثق ان هي هتحقق له حلمه وتفتح المطعم. وفي النهاية بتقول جين ان الانسان لازم يستمتع بكل يوم بيعدي عليه، وكمان يقرب من كل الناس اللي بيحبهم لان الحياة قصيرة جدا وممكن الموت ياخد منك اقرب الناس في ثانية، وساعتها هتندم على كل الوقت اللي عدى من غير ما تستغله بشكل صحيح. وبيخلص الفيلم.